ده مش اسمي الحقيقي، بس أنا عايز أقولك حاجة مش عارفة أعمل إيه فيها. أنا اكتشفت إن خطيبي بيخوني وفرحنا قدامه شهرين، وأنا حقيقي مش عارفة أعمل إيه. كلبس بجنيه. طيب بص، بصراحة هو أنا مش هعرف أقولك إيه بجد. ليه؟ حوار إن خطيبك بيخونك وأنتوا فرحكم قدامه شهرين. طيب هو هل خانك المرة دي بس؟ طيب هل الخطوبة دي أصلا كانت صالونات ولا لاف ستوري؟ فهل بالتالي أنتوا مثلا عارفين بعض؟ إيه مثلا السبب اللي خلاه يخونك؟ هل مثلا كنتوا متخانقين فهو من النوع اللي لما يبقى متضايق من حد فبيطلع؟ بص، الخيانة ملهاش أي مبرر، والشخص الخاين فهو خاين مهما كان. أنا مش ببرر، ولكن حوار الخيانة ده ليه حاجات كتيرة جدا وليه ابعاد كتيرة جدا. هو بيخونك ازاي؟ بيخونك على النت، ولا هو مع بيكلم حد انت تعرفيه، ولا هو بيخونك مع صاحبتك، ولا هو بيخونك مع واحده انت ما تعرفهاش، اللي هو اصلا بتاع بنات اصلا بس انت مش عارفه، او انت اكتشفتي من الموبايل. ولا حوار الخيانه ده حوار كتير جدا بحر. وانا سمعت في الفتره الاخيره ان الاقي حد خاطب بنت بجد ومرتبط ببنت مفهمها ان هو هيخطبها، تمام، وفك خطوبته مع البنت دي وخطب البنت التانية، وبعد كده فك معاها ورجع تاني لخطيبته الاولانيه، وغالبا هو اصلا متجوز واحده تالته خالص محدش يعرف عنها حاجه. فالفكره ان الشخص الخاين بجد انا بكتشف ان هو شخص مدير، يعني بيعرف يدير وقته ويدير طاقته. يعني انا مثلا اقول لحضرتك على حاجه، انا لغايه دلوقتي مش عارف ارتبط بواحده بس، بامانه بجد انا بتكلم، مش عارف ارتبط بواحده بس حضرتك، ما بالك بقى الشخص الخاين ده اللي بيعرف يتكلم ما بين اكتر من 3 4 بنات ويوفق ما بينهم، ومش بيحسس ولا بنت من اللي هو مرتبط بيهم ان هو مقصر مع ولا واحده. تلاقي الثلاثه اربعه اللي بيكلمهم كلهم مبسوطين ومفهمهم ان هو يخطبهم، وفي الاخر غالبا هو بيبقى متجوز حد تاني خالص احنا ما نعرفوش. ففكره الخيانه بالذات حوار كبير جدا. اتمنى بس من حضرتك انك توضحي لي بس التفاصيل اكتر عشان اقدر اقول لك اعمل ايه، فهماني؟ بس عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا جدا، الخيانه مش بتتبرر، ولكن اللي بيحب حد بيسامحه. يعني مثلا لو انت بتحبيه وعلاقتكم ببعض كويسه او قبل كده كانت كويسه، فبالتالي ممكن تسامحيه وتشوفي ايه السبب زي ما قلت لك وتكملوا مع بعض. تاني حاجه، الخيانه لا تبرر، ولكن ممكن يتم التسامح عليها. وربنا معاكم ويفرحكم، ويعني يبعد عنكم الشيطان اللي داخل ما بينكم، وان شاء الله فرحكم يتم في ميعاده، وربنا يستر على كل حد مرتبط. ويا ريت يا ريت لكل واحد خاطب او مرتبط او متجوز، صون حبيبتك، صون خطيبتك، صون بص، لو انت ما بتحبهاش سيبها، بس ما تعلقهاش وتخونها. وده خلي عندك دم شويه، ما تبوظوش يا جماعه سمعه الرجاله اكتر ما هي بايظه.